بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ معكم من مطبخ نشوى على الحروم. وحشتوني والله كتير. تعالوا نشوف احنا نطبخ ايه النهاردة. يلا، من نص كيلو بانيه هنعمل غدانا النهاردة ايه لست انفار هياكلوا. يلا بسم الله. احنا هنا معانا ايه؟ نص كيلو ايه بانيه، هنعملها كفتة. وعاوزة بحريتك بقى، عاوزة تعملها جنب عيش جنب رز اي حاجة. جبنا هنا ايه نص كيلو بانيه، وهنقطعه حتت صغيرة وهنفرمه معانا في الكب. اهو شو هنجيبه هنقطعه ايه حتت صغيرة. برضك ايه نعمل حساب برضك للكب ايه، بنعملها برضك ايه بالراحة. نقطعها قطع صغيرة، ولو عندك وراك على صدور تنفع، عندك صدور بس هتنفع عادي. الاتنين بقوا مع بعض حلوين. ديت كان عندنا نص بانيه، والنص البانيه ما هيكفيش ايه غدا. جبناه قطعناه لقطع، وهنحطه في الكبة وهنفرمه. بعد ما نفرمه احنا معانا هنا دلوقتي هنبقى معانا ايه بصلة. لو عندك بصل كبير واحدة كفاية. يعني اللي كان عندي ايه كانوا اتنين اتنين صغيرين كده اللي كانوا موجودين صغيرين. فرمت البصلة قبل ما احط الفراخ في قلب الكبة الاول. فرم البصلة قبل ما تحط الفراخ. تفرموها فرم ناعم. معانا هي تتفرم فرم ناعم خالص. بقى كتلة واحدة، ولا مهروسة كلها في بعضها. هنفضيها بقى في وعاية معانا، كلها نازلة قطعة واحدة. الكبة كانت نازلة نضيف مفيش فيها اي حاجة. معانا هنا بقى بيضة، هنحط البيضة عليها. ومعانا فلفل اسمر، معانا فلفل اسمر، بابريكا، اللهم صل على النبي. معانا كاري او كركم، وتوم بصل وتوم بودر، وبصل بودر، ومعلقة 7 بهارات. نص معلقة 7 بهارات، ونص برضك جنزبيل. كده خلاص. ومعلقة بابريكا، فلفل اسمر، توم، بصل، 7 بهارات، جنزبيل. بس دي البهارات اللي معانا. والملح بقى ما تنسوش. هنحطه، بس هنحطه احنا بقى في الاخر. حطينا بقى الحاجة بتاعتنا، ومعانا كوباية لبن. حسب بقى اللبن حسب الكمية اللي انت هتعمليه. كوباية اللبن هنحطها كلها، بس هنحط منها حبة بحبة كده على حسب ما تاخد. وهنلفها الأول مع بعض بالبهارات بتاعتها. وبعد كده هنحط لها معانا 3 معالق بقسماط. انا حطيت لها 3 معالق بقسماط هنا في الأول، ورجعت برضك خدت مننا معلقة. والبصلة معانا البصلة اللي فرمناها في الأول برضك هنحطها عليها ونلفها برضك فيه. انا كنت فرمت البصلة، وكنت نسيت. هنحط دول 3 معالق بقسماط، 3 معالق كبار من بتوع الاكل. وكوباية برضك اللبن هنحطها عليه. معانا في ايدينا حسب اللي في ايدك برضو. هنلفها برضك، وما نشوف هتاخد معانا في ديت البصلة هي اللي كنا فرمناها. نفرمها قبل الفراخ. فرمناها وكنا حطيناها في طبق. ما حطيناش عليها اي حاجه خالص. فضيناها من الكبه للطبق وبس. ما حطيناش عليها ملح ولا تصفي ميه بالميه اللي فيها. وحطيناها. وهنحط برضو بقيه كوبايه اللبن عليها. دي كوبايه مش صغيره، مش كوبايه كبيره، ولا اللي هو مج كبير ولا حاجه. لا، مج صغير. اتلفناها وما شاء الله كانت اكلها جميل وطعم حلو.
وجربوها وشوفوا ايه رأيكم فيها. كده كانت خلاص، كانت محتاجة برضو ايه معلقة بقسماط معانا غير التلاتة اللي حطيناها. وهنا الملح ايه حطيناه في الاخر برضو معاه، ما حطوش الا بعد ما خلصنا ايه نشوف هنحتاج ايه الاول. نص معلقة ملح ايه نص معلقة من الصغير ده على النص البنيه، نص معلقة. وهنلفها وايه وهنسيبها تريح ايه شوية، عشان كده هي لسه ايه سايحة معانا ديت. بعد ما كانت ارتاحت شوية مسكت بقى شوية، مسكت نفسها شوية. ديت معانا هنا كيس حطيت فيه نقطة زيت في قلبه، عشان ايه تفتحي الكيس من الجنب وتعملها من تعملها من في الكيس ايه من جنب كده. بس ما نفعتش معايا في الكيس، عملتها وما حبتهاش كده، كانت طالعة كبيرة. لا شكلها ما كانش حلو، ما فرطتش لما عملتها في الكيس. لكن لما رجعت قطعتها في الكيس ورجعت تاني ايه بنقطة زيت في ايدك وايه وصبعيها هتطلع معاكي حلو وهتفرط معاكي كتير. ما شاء الله كانت عامل النص كيلو، كان عامل 40 صابع. افتحي الكيس من جنب كده اهو بالمقص وايه واعمليها، قطعيها ايه عايزة تعمليها كور. بس هي كانت حلو، صوابع كده، صوابع كانت حلو. ممكن تعمليها برضو مدورة زي البرجر كده. وفي ناس بتحط عليها بطاطس، بس احنا ما حطيناش عليها بطاطس، احنا عملناها ايه كده كانت ايه كانت صافية من غير بطاطس ولا حاجة. المعلقتين البقسماط اللي حطيناها هي اللي ايه مسكتها. دي كانت كده بالكيس لما عملناها دي. رجعت انا صبعتها تاني بنقطة زيت وصبعتها تاني. ما شاء الله عاملة كمية محترمة وحلوة. الزيت ايه حاجة بقى ما تقدحوش قوي، يعني يسخن وحط على طول كفتة وحمري. ووطي النار معاك، النار تكون وسط عشان ايه ما تتلدعش من تحت وتطلع ايه مستوي. ساعة ما بتحطها ما شاء الله الله اكبر بتلاقيها تخت معاكي في الزيت، بتلاقيها جميلة. اي حبيب قلبي هنا بقى كانت نحمرها معاكم اهوت. هنا ما نعليش ايه النار عليها عشان ايه تستوي نار ايه تبقى وسط. هنا في اول دور دي كانت النار عالية والزيت اتقدح قوي، اللي هم كام واحدة دول هم اللي اتعمل. ودي كان غدانا النهاردة، وعملنا بطاطس محمرة وطماطم ورز بشعرية. وما تنسوناش في اللايك والتعليق والشير وتشتركوا في القناة. مع السلامة يا قلبي.